السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مشاهدينا الكرام على قناة أوقات نيوز. في تطور لافت يهز أروقة القضاء العسكري في الجزائر، تتصاعد مؤشرات صراع خفي داخل دوائر القرار بعد صدور قرار مفاجئ بإنهاء مهام العقيد فؤاد بوخاري النائب العام العسكري لدى المحكمة العسكرية بالبليدة، في خطوة وصفت بأنها غير عادية وتحمل أبعاداً تتجاوز مجرد تغيير إداري روتيني. القرار لم يقف عند حد الإعفاء من المنصب، بل سرعان ما تبعته إجراءات أكثر حساسية، حيث أمر قاضي التحقيق بالغرفة الأولى لدى المحكمة العسكرية بالبليدة بوضع العقيد بوخاري تحت إجراء المنع من مغادرة التراب الوطني، في مؤشر واضح على أن القضية تتجه نحو مسار قضائي معقد قد يكشف عن ملفات ثقيلة مرتبطة بالأمن القومي. مصادر مطلعة تشير إلى أن التحقيقات الجارية تحمل طابعاً بالغ الحساسية، وأن الرجل الذي كان إلى وقت قريب أحد أبرز الوجوه داخل النيابة العسكرية قد يجد نفسه في قلب متابعات قضائية تتعلق بملفات توصف بأنها شديدة التعقيد والتأثير. وفي خلفية هذا المشهد يبرز اسم الجنرال محرز، المدير السابق لأمن الجيش، الذي أودع الحبس المؤقت بسجن البليدة العسكري خلال الفترة الماضية، في قضية يبدو أنها فتحت أبواباً واسعة على شبكة من العلاقات والنفوذ داخل المؤسسة العسكرية والقضائية. المعطيات المتداولة تفيد بأن التحقيق مع الجنرال محرز كشف عن امتدادات داخل القضاء العسكري، حيث ينظر إلى العقيد بوخاري كأحد الأسماء التي كانت ترتبط بتلك المرحلة بحكم موقعه ودوره في إدارة ملفات حساسة. وتشير بعض التقديرات إلى أن التهم المحتملة قد تتجاوز حدود الإخلال المهني لتصل إلى شبهات تتعلق بالتستر على قضايا فساد ذات طابع سياسي وعسكري. في المقابل، ترى أوساط من المعارضة الجزائرية في الخارج أن ما يجري ليس مجرد حملة لتطهير المؤسسات، بل يعكس إعادة ترتيب عميقة لموازين القوى داخل النظام، خاصة في ظل تاريخ المحكمة العسكرية بالبليدة كأحد أبرز مسارح الصراعات الكبرى داخل الدولة. وبين من يعتبر ما يحدث خطوة نحو محاسبة داخلية ومن يراه صراعاً مفتوحاً بين أجنحة السلطة، يبقى المشهد مرشحاً لمزيد من التصعيد، في ظل غموض يلف طبيعة الملفات وحجم التداعيات القادمة. في المحصلة، ما يجري اليوم داخل القضاء العسكري في الجزائر يتجاوز حدود قضية فردية ليعكس تحولات أعمق داخل بنية النظام قد تعيد رسم خريطة النفوذ في المرحلة المقبلة. وفي ختام هذا التقرير يبقى السؤال المطروح: هل ما يحدث داخل القضاء العسكري في الجزائر هو فعلا حملة لمحاربة الفساد، أم أنه مجرد صراع نفوذ جديد بين أجنحة السلطة؟